أهلا بيكم معانا. النهاردة هنغوص شوية في مقارنة مهمة في عالم الصوتيات، الأنظمة الرقمية والأنظمة التماثلية، وهنركز تحديداً على نظام اسمه بافيرو، ده نظام رقمي. كلامنا ده هيكون بناء على وثيقة مقارنة تقنية من شركة 3A للحلول البرمجية والهندسية. الوثيقة دي بتاريخ 3 مارس 2025. هدفنا النهاردة إننا نفهم كده أبرز الفروقات والمميزات اللي الوثيقة دي بتقولها عن النظام الرقمي ده. طيب خلينا نبدأ بأول نقطة لفتت نظري جدا في المقارنة دي: جودة الإشارة. الوثيقة بتقول إن الإشارة في نظام بافيرو الرقمي ده بتفضل مثالية تماما مهما كانت المسافة، وكمان مفيش أي تأثير للتداخل الكهرومغناطيسي. الكلام ده يبدو مختلف قوي عن اللي نعرفه في الأنظمة التماثلية، مش كده؟ بالظبط. هي النقطة دي فعلا مش مجرد تفصيلة فنية، لا دي بتغير كتير قوي في المشاريع الكبيرة أو اللي فيها تمديدات معقدة. يعني في الأنظمة التماثلية أصل كل متر زيادة في الكابل ممكن يأثر على جودة الصوت، ده غير إنه بيتأثر بأي كابلات كهرباء جنبه. فالوثيقة هنا بتوضح إن النظام الرقمي لا بيتغلب على المشكلة دي تماما. تخيلي الإشارة الصوتية دي كأنها كود رقمي دقيق جدا، حتى لو في أي تشويش في السكة النظام بيقدر يقرأ الكود ده ويوصل الصوت بنفس جودته الأصلية لأي مكان في المبنى. وده بيترجم طبعا لوضوح وثبات في الصوت. ما كانش سهل نحققه زمان بنفس الكفاءة دي. فهمتك. ده يودينا للنقطة التانية اللي الوثيقة بتتكلم عنها كتير، اللي هي ذكاء النظام أو السيستم انتليجنس. بتقول إن في مراقبة مستمرة للنظام كله في الوقت الفعلي، وبيقيس مقاومة خطوط السماعات أوتوماتيكياً، وبيكتشف الأعطال كمان. طب هل ده مجرد حاجة إضافية لطيفة، ولا فعلاً بيغير في طريقة التعامل مع النظام؟ لا لا، ده تغيير جوهري، تغيير في الفلسفة نفسها بتاعت التشغيل والصيانة. المقارنة هنا بتشير إن المراقبة المستمرة دي بتنقلنا من فكرة الصيانة اللي هي رد الفعل، يعني لما حاجة تبوظ نصلحها. لا دي الصيانة استباقية، يعني النظام ممكن ينبهك لو في مشكلة ممكن تحصل قبل ما تحصل أصلا، وقدرته كمان على التشخيص الذاتي وتحديد مكان العطل بالظبط. وحتى إنه ممكن يصلح بعض الأخطاء برمجيا أو نغير الإعدادات عن بعد زي ما الوثيقة بتقول. كل ده بيقلل قوي وقت التوقف عن الشغل، أكيد طبعاً. وبيوفر تكاليف صيانة وانتقالات كتير جدا. دي موثوقية بتفرق جامد في الأماكن الحيوية والمهمة. تمام، والموضوع مش بس تشغيل داخلي. الوثيقة كمان بتتكلم عن مرونة التصميم والتوسع. النتورك architecture بتقول ممكن نوصل لمئات المناطق، تحديداً قالت 492 منطقة، ونتحكم في كل واحدة لوحدها، وباستخدام كابلات أقل بكتير عشان بنستخدم شبكات الاي بي اللي موجودة أصلاً. إيه بقى الأثر العملي للكلام ده على أرض الواقع؟ إذ أثر كبير جدا بالذات في تصميم وتنفيذ المشاريع. المرونة دي معناها إنك تقدري تصممي نظام صوت معقد ومخصص بالظبط لاحتياجات المكان، مهما كان كبير أو متقسم مناطق كتير، وبتكلفة تمديدات أقل، وسهل قوي ندمجه مع البنية التحتية بتاعت الشبكات اللي في المبنى. المقارنة بتلمح إن ده بيحل مشاكل كتير كانت بتقابل الأنظمة التماثلية في التوسع والتحكم الدقيق في كل منطقة لوحدها. كل ده بيوصلنا لنقطة الوثيقة بتكررها كتير، إن النظام ده مستقبلي future proof، وبتربط ده بإمكانيات تحديث السوفت وير وإضافة مزايا جديدة والتكامل مع أنظمة تانية، زي أنظمة إدارة المباني BMS اللي بنسمع عنها دي، اللي بتتحكم تقريباً في كل حاجة في المبنى. وكمان إنه جاهز لإنترنت الأشياء IoT. هل الوثيقة بتدي أمثلة واضحة إزاي ده بيخليه مستقبلي؟ هي بتوضح إن حتة التحديث بالسوفت وير دي مهمة جدا. معناها إن النظام مش مجرد جهاز بنركبه وينتهي الموضوع، لا دي منصة بتتطور مع الوقت، ممكن تكتسب قدرات جديدة من غير ما نغير الهاردوير نفسه. والتكامل بقى مع البي ام اس والاي او تي ده اساسي دلوقتي، لان المباني الحديثة كلها رايحة ناحية الإدارة الذكية المتكاملة. فالمقارنة بتقول ان نظام زي بافيرو بقدرته انه يتصل بالشبكة ويتبادل بيانات هيبقى جزء طبيعي من المنظومة دي، مش مجرد نظام صوت منعزل زي ما كان بيحصل زمان. وده بيفتح إمكانات جديدة بقى للتفاعل بين الأنظمة، زي مثلا إن رسائل الإخلاء تتربط أوتوماتيك بنظام إنذار الحريق عن طريق البي ام اس. فعلا دي نقطة مهمة. طيب في نقطة كمان واضحة قوي، هي الكفاءة من حيث التكلفة، الcost efficiency. الوثيقة بتقول إن التكلفة الإجمالية للملكية TCO اللي هي Total Cost of Ownership بتكون أقل. ودي مش بس تمن الشراء، دي كمان تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
إيه الأسباب اللي ذكرتها لكده؟ المقارنة بترجع ده لكذا حاجة. أولاً زي ما قلنا تقليل تكاليف الكابلات والتمديدات عشان بيعتمد على الشبكات. تانياً تكاليف الصيانة بتقل بسبب المراقبة الذاتية والتشخيص عن بعد ده. وتالتاً كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة ببعض الأنظمة التماثلية القديمة اللي كانت بتحتاج أمبليفايرز ضخمة وشغالة طول الوقت. فالنظرة هنا أشمل بكتير من مجرد السعر المبدئي للجهاز. تمام. ده غير نقطة التفوق التشغيلي اللي الوثيقة برضو ذكرتها، زي جدولة الرسائل الصوتية أو الموسيقى، وإمكانية إننا نبث حاجات مختلفة في مناطق مختلفة في نفس الوقت. بالظبط. ودي بتدي مرونة كبيرة قوي في إدارة المحتوى الصوتي في المكان، سواء بقى كان مول تجاري، فندق، مطار، جامعة. القدرة على توجيه رسائل مخصصة أو موسيقى مختلفة بسهولة لأماكن معينة، دي ميزة تشغيلية مهمة جدا، وده اللي الوثيقة بتوضحه. طيب، يبقى لو حبينا نلخص كده أهم الأفكار اللي طلعنا بيها من الوثيقة دي عن نظام بيفيرو الرقمي، بنشوف تركيز على جودة صوت يعني فائقة وثابتة، وذكاء مدمج بيزود الموثوقية وبيسهل الصيانة، ومرونة كبيرة قوي في التصميم والتوسع، وكفاءة في التكلفة على المدى الطويل، واستعداد واضح للتكامل مع تكنولوجيا المباني الذكية في المستقبل. الوثيقة بتخلص في الآخر إنه مناسب للمشاريع المتوسطة والكبيرة. تمام. وده بصراحة بيخلينا نفكر في سؤال أوسع شوية. يعني مع انتشار الأنظمة الصوتية الذكية دي والمتصلة بالشبكة زي ما الوثيقة بتعرض بيفيرو كمثال، يا ترى إزاي ممكن تجاربنا وتوقعاتنا للصوت في الأماكن اللي بنروح لها كل يوم تتغير؟ وهل إدارة الأنظمة دي اللي بتزيد تعقيد يوم بعد يوم حتى مع كل المميزات دي، هل ممكن تخلق تحديات جديدة للمهندسين وفرق الصيانة قدام؟ دي نقطة فعلا تستحق إننا نقف عندها ونفكر فيها.